باعمل إعلانات على جوجل، بس للأسف الإعلانات غالية جدًا مقارنة بالمكسب وعلى طول باخسر، والمنافس هو اللي على طول متصدر نتايج البحث مع إن عاملة إعلان كويس. هل في طريقة أقلل بيها تمن الإعلانات وأعرف المنافس شغال إزاي؟ معلش اللي يعرف حاجة واحدة من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي حد شغال على أي بلاتفورم أيًا كانت البلاتفورم دي، إن هو إزاي يعمل optimization للبادجت بتاعته، وإزاي إن هو يحقق أحسن target CPA موجود عنده. بس لما نيجي نجاوب في نطاق السؤال اللي موجود هنا عندنا، فخلينا نقيس الموضوع من أكتر من نواحي ونفهم إزاي أصلا أسعار الإعلانات بتتحدد. رقم واحد وفي الأول وفي الأخير، كل الإعلانات على أي بلاتفورم ماشية بمبدأ المزايدة، ورغم إن هي ماشية بمبدأ المزايدة، ورغم إن المزايدة معناها إن اللي بيدفع أكتر بياخد حصة أكبر، إلا إن في نفس الوقت بيكون في حاجة اسمها اد سكور، وده بيكون معناه الكواليتي أو السكور اللي أنت أخلته على الجودة بتاعة الإعلانات اللي أنت بتقدمها. يعني أنا في بعض الحالات ممكن أطلع بكامبين وما أكونش أعلى ميزانية موجودة في السوق، ولكن بسبب الquality اللي أنا عامل بيها الكامبين دي أجيب حصة أعلى من المستخدمين، وكمان أجيب تكلفة أقل من المستخدمين، وبالتالي فأنا هنا عندي كم كبير من الاحتمالات. رقم واحد إن تم اختيار كلمات مش مناسبة، طبعًا إحنا بنتكلم على جوجل Ads فده معناه إن في keywords، فأنا في بعض الحالات ممكن أكون باختار كلمات general، كلمات مش بتجيب عملا، كلمات المنافسة عليها عالية بينما هي مش بتجيب عملا. لأن على فكرة في معلومة مهمة، مش معنى ان انا دخلت على keyword planner ولقيت ان في كلمة المنافسين بيزايدوا عليها اكتر فده معناه ان الكلمة دي كويسة. المزايدة دي في الاول وفي الاخير مش مقياس، انت اللي بتحدد وبتشوف العميل بتاعك ممكن يكون بيدور على ايه، وايه السيرش انتنت بتاعته، وبتبدأ تطلع بالكامبين بتاعتك بالكلمات اللي هو بالفعل قد يكون بيدور عليها. وعشان كده مش معنى ان انت بتختار كلمات عليها منافسة عالية او كلمات اغلى ان ده هيجيب لك عملاء اكتر، الموضوع مش بيتحسب كده. الحاجة اللي بعد كده احنا ممكن يكون عندنا شوية احتمالات تانية زي مشاكل في تسعير المنتجات، وان المنافس ده مثلا براند شويه، او ان انا عندي مشاكل في الكونفرجن ريت ومحتاج اعمل حاجه اسمها CRO او كونفرجن ريت اوبتمايزيشن، لان كم الاحتمالات اللي موجوده عندنا كبير. ولكن النقاط الاساسيين اللي انا ذكرتهم فيما سبق يعتبروا اهم النقاط اللي تم التركيز عليهم هتجيب نتائج كبيره ان شاء الله. الجزء الاخير الخاص بتقليل ثمن الاعلانات، فاحنا هنا هنحاول نشتغل على الكواليتي، وهنحاول ان احنا نتارجت الكلمات اللي بتجيب عملاء بشكل افضل، وهنحاول ان احنا نستعمل حاجه بيكون اسمها جوجل ترانسبيرنسي سنتر، وده المشابه لاي لايبراري المنصات التانيه اللي موفراها زي ميتا ادز وزي تيك توك ادز او غيره. ومن خلال الترانسبيرنسي سنتر بتاع جوجل هنعرف نعمل زي فحص كامل للكامبينز اللي مشغلها المنافس. مع العلم لازم تكون في الصوره ان مش كل الاعلانات اللي شغالها المنافس بتظهر في الترانسبيرنسي سنتر، في بعض منها بياخد وقت على ما بيظهر، وفي بعضها ما بيظهرش اطلاقا من تجربتي. فبالتالي هي مش حاجه ممكن نعتمد عليها 100%، ولكنها حاجه ممتازه طبعا اعرف بيها المنافس بتاعي شغال على. مع العلم في حاجه تانية ومهمه جدا كمان الحاجه دي، وهو ان اللي بيسال السؤال او اللي بتسال السؤال لو كانت شغاله كامبينز كليكس فاكيد طبعا هتخسر. لازم نشتغل كونفرجنز بس ايا كان الكونفرجن، سواء كان بورشيز او سواء كان كونتاكت على الواتساب او اتصال كولز او ايا كان السبب. ولو عاوز تعرف ازاي كمان تعمل الكونفرجنز دي هتلاقيني منزل فيديو على اليوتيوب بتكلم على الكونفرجنز بتاعت جوجل ادز وازاي تعملها. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكثر من 15,000 عضو على ادفانس ديجيتال ماركتنج كوميونتي.